بسم الله. نبدأ الحلقة الثانية في سلسلة رمضان الإعجاز العلمي في القرآن. ربنا بيقول في الجزء السادس في سورة الأنعام الآية 2: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. العلم أثبت إن العناصر اللي بتدخل في تركيب الطين هياها نفس العناصر اللي بتدخل في تركيب الإنسان، وسبحان الله بنفس النسب كمان. الآية بتوضح كذلك إن ربنا خلق سيدنا آدم من طين، ومع ذلك ربنا نفخ فيه الروح، خلاه بني آدم وخلينا كلنا بقينا بالشكل دوت. ده برضه شكل من أشكال الإعجاز. وفي الآية 38 من نفس السورة ربنا بيقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. مين كان يعرف من 14 قرن إن الحيوانات والطيور حوالينا ليها زينا بالظبط، يعني تنظم في مجموعات. المجموعات دي بتتقسم على حسب التكوين بتاعها، على حسب طريقة المعيشة، على حسب بنيتها حتى الجسدية. كل ده ما كناش نعرفه قبل كده، وسبحان الله دلوقتي الناس بتدرس أحياء عارفة ده كويس جدا. والإنسان كذلك هو فصيلة من الفصائل دي، فسبحان المبدع. وفي الآية 57 من سورة الأعراف ربنا بيقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. الآية هنا بتوضح لنا حقيقة علمية ما كانش حد يعرفها غير في العصر الحديث. الرياح هي السبب المسبب اللي بيحرك البخار بتاع الماء وبيخليه يتجمع مع بعضه في أماكن معينة ويكون لنا السحب. كذلك السحب دي لما بتتقل بتبدأ اللي هي تنزل الميه بتاعتها، وده هو شكل الامطار اللي احنا بنشوفه في حياتنا حاليا. والسحب الثقيله دي لما بتنزل بقى على ارض ميته، مثلا في السعوديه دلوقتي بتلاقي ان المنطقه كلها بتبقى ما فيش فيها حاجه خالص، صحراء جرداء، وهوبا المطر ينزل تلاقي سبحان الله النبات طلع. وكذلك ربنا بيوضح لنا في الايه دي ان هو بيشبه دوت باحياء الموتى، يعني شكل البعث يوم القيامه. احنا هنبقى في الارض وهنطلع زي ما الشجر بيطلع كده، هنشق الارض وهنطلع كلنا حفاة عراة. ربنا يحفظنا واياكم من هذا اليوم ويثبتنا ويحسن خاتمتنا. الايه الاخيره معانا بقى النهارده في الحلقه هي في سوره الأعراف الآية 176 في قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب يعني إيه بقى وإيه علاقة الكلب بالموضوع؟ إحنا كبني آدمين عندنا الغدد العرقية في الجلد، فإحنا لما بنعرق جلدنا بيعرق، لكن الكلب ما عندوش الغدد العرقية في الجلد، عنده بس حاجات بسيطة في أطراف أقدامه، لكن الغدد العرقية الأساسية موجودة في اللسان. بالتالي الكلب عشان ينظم درجة حرارة الجسم بتاعته لما يكون بيبذل مجهود، سواء أنت حملت عليه او ما حملتش عليه، يبدا اللي هو يعرق من لسانه، وده اللي هو اللهث اللي بيحصل للكلب. فسبحان الله مثال بسيط جدا لكن دقيق جدا، واكتشفنا حاجه زي كده في العصر الحديث. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. لو عجبك الفيديو شيره لاصحابك، وما تنساش تتابعنا عشان خاطر السلسله الجايه. انا مهندس عبد الله عماد، وسلام.